كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى خدمه ويحسن إلى أهليهم من ورائهم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومراعاته لمشاعر هذا العبد وأهله أو هذا الخادم وأهله. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه استفاد هو من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت شرفا في سيرته رضي الله تعالى عنه، يفتخر أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وكان له أخ يقال له أبا عمير، وكان له طائر، فمات هذا الطائر. فلما مات هذا الطائر جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد هذا الطفل حزينا على هذا الطائر الذي مات، فأخذ يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، أي ما فعل هذا الطائر، يا أبا عمير ما فعل النغير، مراعاة لحاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أنسا أحيانا ويقول: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. وكانت صفة يفتخر بها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فكان يلقب بذي الأذنين فرحا بهذا اللقب الذي لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا مع خدمه ومع من وراءهم من أهليهم.